ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلك النهارده بقى بفيديو يفتح النفس. ايه الحاجات الحلوه ديت؟ الحاجات الحلوه دي والله نفسي ادوق كل واحد فيكم من الحاجات اللي انا بعملها. ليه جالي تعليقات كتير وفي كتير من قرايبنا وحبايبنا. طب وبعدين بقى يا ام مليكه وانت هتقعدي تجوعينا كده؟ مش هتدوقينا الاكل الحلو ده؟ قلت لهم والله العظيم لو طول ادوق كل حد بيتفرج عليا الاكل اللي انا بعمله، والله العظيم بصوا ابقى في قمه سعادتي. يعني لسه متفرج لأول مرة يتفرج معايا على القناة، أتمنى إن انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل حاجة بعملها لكم توصلكوا أول بأول. هنسمي بقى بسم الله كده إن شاء ونسمي على الرسول. نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. معلش بقى يا جماعة، أنا بسجل فيديو والساعة دلوقتي 1 بالليل أصلا، فهتلاقوني بهيس منكم كده، فمعلش صحصحوني بقى. أنا عم بعمل إيه النهاردة؟ بعمل رز معمر. عامله لكم بقى النهارده رز معمر في برام وبطايه بقى، بس بطايه براسين. هقول لكم ايه سر البطايه اللي هي براسين دي. شايفين شكل البط ازاي؟ ما شاء الله يشهي، تحفه. انا المره دي عامله لكم البط مش بالبرتقال، عاملاه بوصفه تانية حلوه قوي. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف بقى عملنا الحاجات الحلوه ازاي، وازاي خلينا البطه كده تكون مستويه ودايبه. والرز المعمر زي ما انتم شايفين ما شاء الله هو بيتكلم عن نفسه اصلا. اهو شفتوا؟ مش هقول لكم بطه براسين، هقول لكم السر. بس كملوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف ازاي البطه اللي انا شاريها براسين دي. قولوا في التعليقات مين بيحب البط. انا يا جماعه بحب البط، بحب الحمام. بصوا اي اكل يعني في حاجات لغوصه كده انا بحبها. في ناس كتير ما بيحبوش البط، وفي ناس كتير ما بيحبوش الحمام، في ناس كتير ما بيحبوش الكرشه والممبار والقلب. لا انا الحمد لله، يعني الحمد لله بحب الحاجات دي جدا. قولوا في التعليقات بقى انتوا بتحبوا البط زي كده ولا لا. انا بوريكم البطه اهي براسين، ما تخافوش والله. هي مش براسين ولا حاجه، بس انا اقول لكم السر اللي كان فيها النهارده. شايفين شكل الرز المعمر عامل ازاي؟ مش هقول لكم بقى على البط. البطه طعمها كان خرافه، واللحمه دايبه وجوسي كده، ولا في بقى ريحه زفاره ولا في ريحه اي حاجه وحشه. انا بجوحكم الاول كده، وبعد كده بقى ايه هنخش بقى على التفاصيل حاجه حاجه عشان تشوفوا الاكل الحلو دوت اتعمل ازاي. انا الاكله ديت معموله خصوصا يعني على شرف واحد صاحب جوزي. هو قال له انا نفسي اكل بط، انا شفت البط البرتقال اللي بالبرتقال قبل كده على القناه بتاعه ام مليكه، فانا نفسي اكل بط. فقلت له خلاص ماشي ماشي لجوزي، يعني قلت له خلاص مش هعملها، بس مش هعملها بقى بالبط، انا هعملها بطريقه تانية حلوه قوي كمان هتعجبه بالبرتقال. يعني مش هعمل بط بالبرتقال، لا هعمله بطريقه تانية. عملت ايه؟ جبت بصلايه كبيره بشرتها، حطيت عليها شويه ملح وفلفل، ومسكتهم دعكتهم في بعض قوي، وبعد كده قمت جايه حطاهم بقى بين الجلد في البطه وبين البطه من جوه. ايه لازمه البصل اللي انت حطيتيها ديت؟ عشان تشد اي ريحه زفاره في البطه. البط ده يا جماعه انا اللي مربيه، البط دوت بط بسكوفي. إيه، انا اللي كنت مربيه عندي فوق السطح. دلوقتي طبعا عشان اعرف اجيب بطه زي ديت اقل حاجه 300 400 جنيه. فجبت بطايه كده بقى وذبحتها وحطيتها بقى وقلت اما اطبخ. عملت ايه بقى؟ جبت الميه السخنه. اول ما سخنت معايا حطيت بقى البصل، بصلايه كبيره، جزر. الجزر بيشد الزفره جدا. طماطمايه، ورق راوله. حطيت شويه نص معلقه ملح عشان البط طبعا بياخد سوا معانا. حطيت فلفل، حطيت حبهان. شكرا على كده. هتشربي شويه شوربه تحفه، مفهومش ولا ريحه زفاره ولا ريحه اي حد، يعني اي ريحه مش مستحب. البصله، فايده البصله اللي احنا حطيناها في البطه هتشد منها اي ريحه زفاره. شايفين بقى؟ انا كنت خلاص بقى البطه ديت قعدت قد ايه على النار؟ قعدت ساعتين. احنا عارفين ان الفراخ البيضه او الفراخ البلدي بتقعد معانا على النار ساعه ونص، انما البط بياخد ما شاء الله. البطه دي كانت حوالي 4 كيلو، قعدت معايا بالظبط على النار 2 ساعتين 2. السر كمان اللي خلاها تبقى دايما معايا كده، حطيت معاها ايه؟ حطيت معاها ناقة بلح. ناقة البلح ديت لو عامله ايه، لو عامله خروف بيخليه يستوي معاكي بسرعه، ما بياخدش وقت طويل. زي ما انتوا عارفين الرز المعمر انا عملته معاكم على طول قبل كده. اللي لسه اول مره يتفرج معايا على الرز المعمر وعايز الطريقه بالظبط هتلاقيها في الفيديوهات القديمه. ممكن اقول لكم الطريقه عامله ايه دلوقتي. اللي انا بجيب الرز وبغسله، بغسله كويس قوي لغايه ما الاقي الحبايه ما شاء الله بقت بيضه خالص. احط عليه معلقه الملح، احط معلقتين زيت ذره واقلبهم واحط اللبن.
ما بحطش السمنه الا في الاخر قبل ما اطلع الرز المعمر من الفرن ب5 دقايق. هتاكلوا رز معمر ما شاء الله، حبيته ما شاء الله جميل، اصلا الحبايه بيضه وناضجه كده ومستويه، وفي نفس الوقت مفرفر كده. جربوا تريكات اللي انت تحطوا السمنه في الاخر، والله بجد هتفرق معاكوا قوي قوي في اللون وفي القوام وفي الطعم وفي كل حاجه. بس كده. وانا كمان بحب اعمل رز المعمر على نار هاديه. يعني ايه على نار هاديه؟ يعني انا بايد الشوايه وبايد الفرن من تحت. الفرن من تحت النار من تحت بتبقى على اعلى درجه. اول ما يغلي معايا اقوم جايه مهديه النار، بخليها شمعه. طب شمعة ازاي؟ والله صدقوني بقى هخليها شمعة، هتلاقي الرز المعمر بينبت معاكي، ما هوش مش طري. ما شاء الله الحبايه تبقى كويسه، واول ما الاقي الوش احمر اقوم جايه طافيه على الوش من فوق وسايبه بقى الرز المعمر مع نفسه. عندي اعمل رز معمر ولا اعمل رز مثلا حبه وحبه او رز بشعريه؟ اسهل حاجه عندي الرز المعمر. البطه كانت خلاص استوت بعد ما قعدت ساعتين 2 على النار. ما شاء الله البطه دي كانت 4 كيلو. ما شاء الله كانت طعمها تحفه، ولا في ريحه زفاره ولا في ريحه اي حاجه. انما لو عملت البطه من غير ما تعمليها مثلا في البرتقال زي ما انا كنت عاملاها قبل كده، من غير ما تعمليها ببصلايه زي ما انا عاملاها في الفيديو دوت، هتشمي فيها ريحه زفاره مهما كنت غسلاها صدقيني. انما تركات اللي انت تحطي البصلايه بتبشري بصلايه وبحط عليها ملح وفلفل وتدعكي بيها من بره ومن جوه، بتخلي معاكي البطه ما شاء الله تحفه. الرز المعمر شايفينه ما شاء الله عامل ازاي؟ شكله اصلا يفتح النفس. كل حبايبي بقى اللي بيقولوا لي احنا عايزين ندوق الاكل دوت، والله العظيم نفسي ادوق كل حد من الاكل اللي انا بعمله. انا هقول لكم سر البطه ايه اللي هي كانت براسين. انا البط دوت انا مربيه عندي فوق السطح، فانا جبت بطتين 2، يعني عملت واحده في اليوم اللي هو كان جوزي عازم فيها صاحبه، واحده عندها فين في الفريزر. فالمهم انا ما عندتش اللي انا عندها في الفريزر، ما عندتش الراس بتاعتها معاها. لقيت اللي انا سايبه مزوده راس في هنا والراس في الكيسه التانية، اللي انا البطه اللي انا عندها ما فيهاش راس. هي كده يعني، هو ده السر اللي خلى البط عندي براسين. انما مش البط براسين ولا حاجه، محدش يخاف ويقلق ويقول ايه ده هو في بطه براسين، لا. انا بس كنت ذابحه بطتين، طلعت واحده وعينت واحده. انا بقول لكم اهوت بقى في الفيديو، لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه، فعلوا زر الجرس على الكل. واتمنى من يعني الفيديو بتاع النهارده يكون خفيف وعجبكم، وفي نفس الوقت يفتح نفسكم بقى، اللي انتوا يلا اللي عنده بط كده او اللي نفسه بط يجيب بطايه كده ويعملها بنفس الطريقه، والله بجد هتعجبكم قوي. انا هنا بوريكم رز معمر ما شاء الله عامل ازاي. كان ما شاء الله الحبايه مستويه وفي نفس الوقت مفرفره. شايفين اصلا الرز انا بطلعه بقرب الكاميرا ازاي الحبايه بتلمع وبيضه، وفي نفس الوقت مفرفر، وفي نفس الوقت من الحبايه مستويه. وشايفين السمنه، ما تقولوش السمنه بقى لا هتنزل في شويه وفي شويه رز ومش هتبقى بتنزل في شويه التانيين، لا صدقيني. اهم حاجه تفتحيها كده يعني بظهر معلقه او بسكينه رفيعه، تفتحي فتحات كده وتسيحي السمنه وتقوم جايه بقى سقسقها بقى على الوش كده. وطعم الرز المعمر يا جماعه في البرام حلو جدا على ما بتعمليه في الصواني مثلا الالمونيا او في البورسلين. لا البرام دوت بيدي طعم الاكل صراحه حاجه تانية خالص. انا جبت بقى طبعا كيس شيبسي وشويه مخلل، وبقى كنت عندي عصير مانجا في التلاجة عملته، يعني ضربته في الخلاط. بس كده كان الاكل عندنا النهارده الاكل النهارده انا ما يعني ما رضيتش اعمل بقى محاشي وي صراحه. هو الاكل اللي طلب مني هو البطايه، فالاكل صراحه النهارده ما خدش مني ولا مجهود. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واستناكم ان شاء الله في فيديو جديد. ويلا بقى اللي لسه ما اشتركش في القناه يا جماعه يشترك في القناه ويفعلوا زر الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله، مع السلامه.